2009 في شهر 5 كازا غتصب على واحد الجريمه اللي غتسكت البنادم الحجره ديالو. انا كنت كنقتل فيهم وما كنتش كنحس، كنت كنقتل فيهم وكان عاجبني الحال. هذه ماشي الهضره ديالي، هذه الهضره ديال حميد اللي طيح 4 ديال النفوس. جريمة قتل بشعة بكل المقاييس، تلك التي اهتزت لها ساكنة حي سيدي مومن بالدار البيضاء مساء أمس، وذهب ضحيتها 4 أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم امرأة حامل، حيث تتجه أصابع الاتهام إلى شقيقها المعروف بإدمانه على المخدرات والموجود في حالة فرار. التفاصيل في واحد روبورتاج. الشاب اللي كبر في واحد المحيط اللي الغالبيه ديالنا كابر فيه، المحيط ديال الناس الدراوش. حميد فاش كان صغير ما كانش كيبغي يقرا، وكان كيجي ديما عند امو كيقول لها الوالده انا القرايه راه كتدخل ليا من هنا كتخرج ليا من هنا، غير خرجيني من المدرسه. وداكشي اللي كان مو خرجاش هو صغير من المدرسه. السيد محد هو كيكبر وما كيكتشفوا فيه ان السيد ناقص شويه في العقل ديالو. السيد ماشي هو هذاك، ما كيريزونيش مزيان. بقاو دارهم كيلاحظوا داكشي، وبالحكم ديال ان بواه مطلق مع مو وما عايش معاهم، مو مسكينه هي اللي عانات معاه في هادشي كامل. هو باش غادي يرجع لها داكشي كامل اللي غادي دير معاه. نتوما غادي تشوفوا شنو غادي يدير. حميد فاش كبر لاحظوا ان السيد مزعزع شويه وما يقرروا انه يدخلوه للسبيطار. الناس اللي شويه عقلهم ماشي هو هذاك، وداكشي اللي كان دخلوه للسبيطار. وانتوما عارفين السبيطارات في المغرب يا كيشدوك يداويوك يا كيكملوا عليك وكيخليوك كيف ما انت ولا كثر. وداكشي اللي غادي يوقع لحميد اليوم. حميد دوز شيامات في السبيطار وبغى يخرج، عطاوه واحد الفنيد قالوا ليه كوم كوا هاك هذا راه كالمو، هاد الفنيد هو اللي غادي يصفيها بهذا المعنى اخوتي، غيصفيها لك داك الفنيد، حقاش داك الفنيد هو السبب ديال حميد اللي غادي يدير هادشي كامل. حميد خرج من السبيطار بقى كيستعمل داك الفنيد لواحد المود، شويه هو يقطعو. شنو ولا كيدير؟ ولا كيلتجأ للقرقوبي والحشيش واي حاجه فيها البليه. وبحكم حميد ما خدامش وانتم عارفين عنده غير مو، شكون كيعطيه هاد الفلوس؟ كتعطيهم ليه غير مو، وماشي كتعطيه ديما، كتعطيه مره حقاش مو ما عندهاش، والا عطاتو اليوم وغد عليه ما عنده مياه. حميد كيسكن في حي التيسير وعنده اختو هي وراجلها كيسكنوا في الحي المحمدي. واحد النهار مو غادي تفكر انها تمشي عند بنتها وتغدى عندهم وتدوز عندهم النهار وترجع في حالاتها. حميد غادي يتبع موتي للحي المحمدي باش يقول لها بحال ديما هذيك الشارفه عطيني باغي انت انا نتبلا وباغي ندير داكشي ديالي. او اختو بحكم انها عارفه خوها شنو كيسوى سمعاتو كيدق عرفاتو هو مبغاش تحل ليه المره الاولى. السيد بقى كيانسيستي والو اختو مبغاش تحل ليه، حتى لواحد اللحظه الام وهي تحني تقول لها شوفي كديري وحلي لخوك. حلات ليه دخل ريح مع مو، بقى مريح مع مو شويه ويلقى الفرصه ويقول لها الوالده عندك شي حاجه تما باغي نقضي شي حاجات. تشوف مو قالت لي وليدي انت راك عارف راه الله يحسن العوان، وانا عطيتك وليدي اليوم انا غدا شنو غادي ناكل. السيد موالف فمك تقول لي مو فحال هكا كيبقى يغوت ويصلصل عليها، والجيران اللي كيسكتوا حتى لهاد النهار ما غاديش يهدر. السيد بقى ساكت واحد السكوت اللي في شي شكل، وديك السكوت ما كانش كيبشر بالخير. بقى كيتسنى اختو حتى ناضت للبيت هي ولدها الصغير. السيد هز الشاقور وتم قاصد مو وعاوتاني فحال ديما شنو غادي يدير. اختو وولدها الصغير سمعوا الغوت خرجوا كيجريو او شنو واقع. وداكشي اللي كان شنو غادي يلقاو خوهم حميد شاد مم وكيشوف فيها بحال هكا ميشه طايحه فيه. تما غادي يشد ولد اختو الصغير وغادي يقول لها هذيك المراه سيري جيب اي حاجه عندك في الماريو ولا ولدك تشوفيه بحال امه. الام حتى هي راكم عارفين الكبده مشات كتجري الماريو جابت كاع اللي عندها وعطاتو. السيد صحابو غادي يحن، لا السيد غادي يهز الشاقور وغادي ينزل على الدري الصغير هو الاول وغادي يتبعها مو. دابا قتل 3 ديال الناس، 3 الجوتات كيشوف فيهم فحال هكا مستفين قدامه وما عارف شنو غادي يدير. السيد كما قلت لكم شويه حمق، ما كانش مسوق، كيبان لي داكشي شي حاجه عاديه. شدهم ستفهم كاملين وبقى كيتسنى راجل اختو حتى غادي يجي غد عليه من الخدمه. تخيلوا معايا نهار كامل وانت مريح حدا 3 الناس ميتين، وشكون؟ امك اختك وولد اختك وانت ما كتحنش. هادشي ما بزاف، هادشي كيدار في الراس. هادشي غد لي مع الصباح غادي يسمع راجل اختو طالع في الدروج، غادي يتخبى ليه ورا الباب، مع غادي يدخل مع حتى هو غادي ينزل عليه بالشاقور غادي يجيبو دوده، غادي يشدوك الربعه كاملين غادي يستفهم وغادي يحطهم في واحد البيت وغادي يبقى كيتسنى شنو غادي يدير. ريح بقى كيشوف فيهم واحد اللحظه قال ليه راسو نوض مسح شويه الدم صافي وهرب. داكشي اللي كان ناض مسح شويه الدم وخلى شي حاجات سد عليهم في واحد البيت ويزيد في حاله خلفه. وانتوما عارفين في حي شعبي وفي حي المحمدي والناس ديال كازا عارفيني عاش كنهضر،
ميمكنش الناس والجيران ما يسمعوش كاع داكشي اللي وقع. الجيران كانوا ديجا اتصلوا بالبوليس وقال لهم راه شي حاجه واقعه هنايا. البوليس عطلوا شويه ولكن جاو، وانتوما عارفين البوليس ما غاديش يجيو يدخلوا للدار وخاصهم واحد الورقه وخاصهم شحال من حاجه. داكشي اللي كان البوليس دغيا طلعوا دوك الوراق ودخلوا للدار، وتما غادي تكون الصدمه. هي فين غادي يشوفوا 4 ديال الجوجات وكاملين مشلخين بالدم والدار كامله. البوليس ما غادي يفهموا والو، او شكون دار هاد الجريمه، كيفاش دارها مان، كيفاش عطاتو خاطرو يدير هاد الجريمه بحال هكا. البوليس بداو كيفكروا تمتم وكيسولوا في الناس شكون غادي يكون دارها. الناس كلشي عارفين عندهم غير داك الولد هو اللي شويه مزعزع شويه. البوليس بداو كيقلبوا عليه كيقولوا راه كيدور غير هنايا وما كيفوتش هنايا، ودوك اليامات كان غابر ما كانش تما كاع. غادي يمشيو فين كيسكن باه، غادي يقلبوا تما والو ما كايناش الخبار ديالو. حتى لواحد النهار غادي تجيهم واحد لابيل ديال السيد راه مريح في واحد الجرده كيتكيف عادي وما مسوق حتى شي حاجه، والجرده غير قريبه من تما. البوليس سمتم تحركوا كيجريو بالدوريه ديالهم بكلشي ديالو. شنو غادي يلقاو؟ غادي يلقاو فري السيد حميد مريح وشاد لهم كويرو كيتكياف وما مسوقش لهم. نتوما عارفين واحد حمق يقدر يعاود نفس الفعل اللي دار ويقول باقي ما درت والو. فاش يساليو ليه فلوس البليه اول حاجه غادي يفكر فيها هي الجريمه. طلعوا عليه البوليس شدوه وبلا حتى شي مقاومه، السيد متبات مريح. البوليس ما فهموا والو، او كيفاش هذا قاتل 4 ارواح ومريح بحال هكا، واش ماشي هو؟ سولوه جاوبهم تما في الزنقه قال لهم انا اللي درتها وغير ديوني وراني ما ندمانش. باش تعرفوا الدرجه ديال قداش السيد رحمه. البوليس بداو كيديروا مع التحقيقات ديالهم بلا حتى شي مقاومه. السيد معترف ليهم قال لهم انا قتلت 4 ارواح. كيفاش درتي ليها؟ اش قتلتيهم؟ كيجاوبوا حميد بواحد البروده، انا دخلت عند الوالده باش ناخذ فلوس البليه وهي مبغاتش تعطيني، هي اللي بغات هادشي وقتلتها. ايه قتلتيها سيدي، واختك وراجلها مالهم؟ تا هما بانوا لي في البلان وقلت تا هما ندوز عليهم وقتلتو. وشوف الدراري البليه فين كتوصل، كتخليك تقتل والديك وانت ما كتحنش. تخيلوا معايا هاد الاحساس هذا الدراري. داكشي علاش اي واحد نبلي الدراري الله يعفو عليكم وفكروا شويه بعقلكم وفكروا غير لوالديكم والسلام.